اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده نعمل شويه فول مدمس ونعمل طعميه. قال ايه يا اختي؟ بيقولك الطعميه واحد قرص الطعميه ب2 جنيه. ليه ان شاء الله ب2 جنيه؟ وسندوتش الفول ب5 جنيه. ليه برضو؟ ليه؟ ده فول وطعميه هنعمله في البيت. بصوا هنا فول وفول وفول برضو. هي الدنيا صعبة وكل حاجة، بس مش للدرجة دي. كمية الفول دي كلها؟ بصوا، الفول اللي هناك ده اللي في الطبق البامبا دوت هنعمله فول نابت، ملهوش علاقة بالفيديو النهاردة خالص. وده الفول المدشوش اللي هنعمل بيه الطعمية. اما بقى الفول اللي انا حطيته دلوقتي في القدرة، في الدماسة، ده فول بلدي. جبت نص كيلو نقعته من بالليل، هو وفول الطعمية الاتنين نقعتهم بالليل. هنصحى تاني يوم ان شاء الله نروح حاطينه في الدماسة. نحط معلقتين 2 عدس، نحط ليمونة نقسمها 2 ونحطها، دي بقى بتخليه زبدة كده. ونحط معلقة خل. عايزة اقولك الخل بيخليه بالظبط نص ساعة على النار ويستوي. ونحط شوية من الفول بتاع الطعمية. مش هتعملي طعمية وما عندكش فول الطعمية، عادي ما تحطيش فول طعمية، مفيش مشكلة. ده ايه يعني؟ ده كده حاجة بنزود بقى الطعم. نطلع بقى على البوتاجاز، نقيد عليه على نار عالية. حطينا عليه الحلة دي فيها مية عشان نبقى نزود منها. والله العظيم ما زودت ولا مرة مية. اول ما يغلي نروح موطين النار. نيجي بقى للطعمية. الطعمية هنا الفول ده برضو انا نقعه من بالليل. نحط عليه كرات، حزمة كرات واحدة، وعودين كزبرة. انا هنا زودت الخضرة شوية فطلعت خضرة قوي، وانا مش بحبها خضرة قوي يعني. فانتي حطي على نص كيلو حزمة كرات واحدة بس، وعودين بس كده كزبرة عشان الريحة. ماشي. اضربيهم بقى كده في الكبة، وانس يضرب معانا في الكبة. انس لازم معانا في كل فيديو عشان يبارك الفيديو يا جماعة يعني. ازاي؟ لازم انس حبيب قلبي. بصلاية بقى، شوية كزبرة، فصين توم. حطي برضو بقت الخضرة بتاعتك. دي بقى نص بيكنج باودر. عايزه اقولك البيكنج باودر دوت هيخليها هشه يعني، ما اقولكيش على حلاوتها، وليها فوم كده وتحفه، زي اللي بتيجي من بره بالظبط ويمكن احسن. بصوا هي هنا خضرة قوي ازاي. بصي بقى، انزلي بقى عليها في العجان بتاعك، هتخليها زي بتاعه الطعميه بتاعت بره اللي معموله بالحجر بالظبط. ما عندكيش عجان، اعمليها بالمضرب الكهربائي اللي هو العادي ده، المضرب الكهربائي. هنا انا عملتها شويه اهوت، كنت حاطط لها الملح بتاعها على فكره. بصوا بقى هشه وجميله ازاي. ده بقى الفول. بصوا الفول عامل ازاي. اقسم بالله ما اكلت فول في حياتي بالجمال والحلاوه ده غير من ستي، ربنا يديها الصحه يا رب وطولة العمر. بصوا بقى، نجيب معلقه نشا، معلقه ونص نشا على الكيلو الفول، وندوبهم في ميه وننزل بيهم على الفول. نشا على الفول، نشا على الفول ده بقى اللي بيربط الفول. بصوا بقت عامله ازاي. اهدي، في انت بتجري الفيديو كده ليه يا ولية؟ نجيب بقى الطعمية هقلها لكم قدامكم عشان تشوفوا ولا بتفك في الزيت ولا ما بتفكش. ليه برضو؟ عشان انا مش حاطه عليها ميه، انا حطيت بق صغير يمشي معايا الكبه. بس لو زودتي ميه هتفك منك، لو زودتي توم هتفك منك، لو زودتي بصل برضو هتفك منك، لو حطيتي بقدونس بدل الكزبره او الكلام ده هتفك منك برضو. والعجان برضو لما بتضربيها في العجان هو ده اللي بيخليها ايه يعني، هشة وليها فوم كده زي بتاعة الحجر. عارفة يعني بره في المطاعم بيعملوها بالحجر. تعالوا بقى بصوا الجمال والحلاوة والطعمة. بصوا شوية الفول عاملين ازاي. والله العظيم يعني بصوا يتاكلوا كده من غير زيت ولا طحينة ولا اي حاجة. بصوا بقى الطعمية، انا ما حبيتهاش ان هي خضرة قوي كده، مش هكدب عليكم. طلعت خضرة مني قوي كده ليه؟ عشان انا حطيت لها خضرة زيادة. فانتي النص كيلو حطي عليها حزمة كرات واحدة بس، وعودين كزبرة. بصوا طبق الطعمية دوت والله العظيم بيتباع دلوقتي يعدي ال10 جنيه ني كده يعني، ما بنجيبه من عند الراجل يعدي ال10 جنيه. بصوا انا هنا عملت 1 2 3 4 اطباق، وقليت الطعمية اللي قدامكم دي. وادي الفول، شيليها بقى في الفريزر، طلعي منها كل يوم الطعمية تسيبيها تفك،
وتضربيها برضو بالمضرب السلك العادي دوت، هتلاقيها نفس الفوم وكأنك لسه عاملاها دلوقتي. وبالهنا والشفا بقى. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي متابعة واعملوا لي لايك وشجعوني، حطوا لي كومنت، انا بفرح جدا 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 بالكومنتات بتاعتكم على فكرة. هستناكم بقى متابعة وكومنت منكم حلو، وربنا يسعدكم ان شاء الله، والافكار دي ينفع في رمضان تبقى زي الفل. اشوفكم على خير.